السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات اول ايام رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي، وباش ما تمنيتو يا ربي. الله يسهل على كل واحد اللي باغي شي حاجة في حياته يوصل ليها، الله يوصلها لي والله يبلغه ما تمنى يا ربي. المهم البنات، انا سلو ديالي اللي غنشارك معكم هذا العام ساهل. انا درت كيلو من الحاجة كيف ما كتشوفوا البنات. طحنت اللوز، هذا اللوز طحنته مزيان، وطحنت كاوكاو حتى هو كيلو لوز كيلو كاوكاو. ما بغيتش نشارك معكم مراحل من الاول حيت غيجي الفيديو طويل بزاف. وهذا كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وطحنته. اللوز قليته في الزيت، هانتوما كيف ما كتشوفوا. خليت منه واحد الزلافه، خليتها بحال هكا باش للتزيين. وخليت زلافه ديال الجنجلان حتى هي للتزيين. عندي 2 معالق ديال القرفة، وعندي 2 معالق ديال النافع، وعندي واحد شويه ديال الكوزه غادي نحكها، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش يقدر يستغنى عليها. وعندي 2 معالق ديال حبه حلاوه حتى هي مطحونه. هادشي البنات راه مغربلاه منيل، حيتاش كنعرفوا حبه حلاوه والنافع كيبقى فيهم بحال التفرتيت. المهم رانا نيلته، والسكر كلاصي على حساب الحلاوه على حسب الذوق. والجنجلان عندي كيلو ونص ديال الجنجلان، راه هو حتى هو مطحون. وهنايا البنات هذا اللي في البانيو راه غربلته. عندي هنايا نص كيلو ديال الايلان ونص كيلو ديال الصوجه. غربلتهم مزيان، طحنتهم عند العطار وغربلتهم في الغربال ديال النيلو باش ما كيجيش فيهم داك التفرتيت قاصح. المهم البنات هادشي اللي كاين. كيلو من الحاجه. الجنجلان اللي درت كيلو ونص، والا نص كيلو، والصوجة نص كيلو. دابا غنبدا نضيف المكونات اللي عندي كاملين. ضروري البنات خاصني بانيو، هاد البانيو مخلينو غير للتخلاط ديال سلو وهكا، الا كانت السفه ولا شي حاجه. المهم هذا الاستعمال المنزلي. عندي هنايا المكونات. ضفت اللوز، كاوكاو، هادشي كله غادي يتخلط. وهنايا البنات عندي 2 كيلو ديال الطحين، كيلو ديال القمح اللي حمرته، وكيلو ديال الفورس. ما كنبغيش انا ندير غير الفورس بوحدو، لكم الاختيار، يعني اللي كيبغي يدير غير الفورس يدير الفورس. انا عندي هنايا كيلو ديال القمح وكيلو ديال الفورس محمرين. كاين اللي كيبغي سلوجيه رطب، حنا شويه كنبغيوه شويه يكون مفرتت، ما كنبغيوهش داك الرطوبيه يكون مجموع مع بعضياتو. هانتوما غتشوفوا القوام ديالو في الاخر. دابا كنضيف المكونات كامل اللي عندي، معلقه ديال صغيره ديال المسكه حره والنافع وحبه حلاوه. القرفه كتكون شويه بزايد. ضروري البنات راكم عارفين المغاربه كاملين ما كيقدروش يبقاو برمضان بلا سلو. ضروري سلو. ممكن الشباكيه نقدروا نستغناو عليها حيت ماشي صحيه، وين سلو ما كنستغناوش عليه، كنديروه ضروري كل عام. الشباكيه راه تقدري كتشريها لا تشهيتيها وصافي، ولكن زعما باش تاكلي، انا بالنسبه ليا ما كنقدرش ناكلها يوميا في الفطور. الا تشهيتها كناكل داك الوحيده صافي. هنايا عندي الملحه، ضروري من الملحه. وهاد الكوزه غادي نحك منها شويه، اللي بغى ما يديرهاش، واني كتعطي واحد النكهه زوينه في سلو. هاي طاحت لي مضاربه مع صغيره. والبنات رمضان الله يدوزو علينا بالصحه والسلامه. راه العمر اللي غادي الانسان راه كيجي رمضان كيمشي رمضان. اهم حاجه هي نستغلو هاد رمضان، ما نضيعوش الوقت البنات، حيت ما عرفناش راسنا واش غنبقاو حيين ولا غنموتوا غدا ولا بعدو. الانسان يصلي صلاته ويقرا قران ويستافد ما امكن، ما يضيعش هاد رمضان. ايوا هادشي اللي كاين البنات. الماكله راه كلنا كناكلو، كلنا كل واحد خيره في دارو. كتاكلي داكشي اللي قسم الله، وكتحطي داكشي اللي قسم الله
اهم حاجه اللي ما نساوهاش هي صلاتنا وقرايه ديال القران والعباده. هادشي اللي كاين البنات، كل وحده فينا تنصح الاخرى، ماشي مشكل وماشي عيب، هذه هي الدنيا. ايوا البنات، دابا كنحاول انني ندخل المكونات كاملين في بعضياتهم، حيت عندنا داك ملي كيتطحن كاوكاو اللوز كيبقى هكا مكور شويه. المهم غادي ندخل كامل المكونات قبل ما نضيف الزيت اللي غنخلط به. غادي ندخل كلشي في بعضياتو، ما غنخليش داك الكويرات هكاك اللي كتشوفوا، كله غينسجم مع بعضياتو. ودابا البنات غادي نضيف الزيت. هاد الزيت عندي هو اللي قليت فيه اللوز، ولا واحد كيدير الكميه اللي بغا. قليت فيه اللوز بارد وشاط لي داك الزيت هو اللي غنخلط به، وزدت شويه ديال الزيت البلديه. كاين اللي ما كيبغيش يدير الزيت البلديه، ما كتعجبوش النكهه ديالها في سلو، مي حنا كتعجبنا. اللي بغى كل واحد يدير الحاجه اللي كتعجبو. كاين اللي كيخلط غير بالزيت الروميه عادي، كاين اللي كيدير الزبده، كل واحد وطريقته. المهم هاد المرحله كتبغي بزاف تليك وكتبغي الخدمه بزاف. المهم هاد المرحله هادي كتبغي الخدمه، كل ما خدمته مزيان كيجي متجانس مع بعضياته. يلا نخليكم مع الفيديو. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا قطعت اللوز خليته هكاك ودرتهم حتى لاخر لحظه. هذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف ديالنا، كيجي على هذا الشكل. انا ما زينتوش بزاف، حطيته عادي لحقاش كنت مزروبه، واني صراحه جا زوين بزاف. كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو. ما تنساوناش من لايك، ما تنساوش من التعليق يكون زوين ومحفز. في انتظار تعاليقكم، وفي امان الله، ورمضان مبارك كريم. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.